السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا على خير وبخير وما يخصكم ان شاء الله حتى شي خير. جيتكم بواحد الطريقه ديال المايونيز صراحه اللي متعوده انا عندي في البيت، اللي هي سهله، ما فيهاش البيض، ما فيهاش لا موطارد. الناس اللي عندهم حساسيه من لا موطارد ومن البيض ما تيبغيوش داك البيض ولا موطارد تكون عندهم في المايونيز ديالهم. واحد لاصوص جيتها روعه 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 سهله، زعما كلشي غيكون ان شاء الله عندك في البيت. ماشي شي لاصوص اللي هي صعيبه، اللي تتكون موجوده في المحلات، السناكات وداك الشيء تكون دغيا موجوده ولذيذ عندهم. واحد المايونيز صراحه اللي جيت غنشاركها معكم. شحال هادي بغيت اللوحه معكم، ولكن اليوم عاد كتاب الصراحه قلت غنوجدها لوليداتي اليوم بالحد، وقلت نشاركها معكم. علاش ما نشاركهاش معكم بطريقه سهله ماهله دغيا توجد معك، وتكون ان شاء الله ديما عندك في الثلاجه ديالك. سنحتاج فيها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. تنتمنى تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، وما تنسينيش اختي العزيزه واحد البسيمه وواحد لايك غير فضلا ليس امرا، تنشكرك بزاف. تنحتاج واحد الكاس تاع الحليب، واحد جوج فرماجات. انا عندي داك الفرماج حتى سميتو تاع البواطه اللي تيكون في البواطه. انت اللي عندك دوك مربعات يمكن لك ديري المربعات. وتندير واحد القريصه ديال الابزار. بغيتي دير منها بناقص بلاش، شوف انت باش تبغي تلديها. المهم انا تندير واحد القريصه ديال البزار. ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد لاصوص هادي راها زوينه بزاف ولذيذه، والله الا غتعجبكم. ما فيهاش الزفره ديال البيض وما فيهاش ديك لا موطارد كاين اللي عنده حساسيه منها. المهم بعد ما درت جوج فرماجات، ودرت كاس تاع الحليب، ودرت قرصه ديال البزار. انا رديت الخضره ديالي تتسلق اليوم الحد، بغي نديرها خضيره مسلوقه وشلاضه خفيفه ظريفه لوليداتي. قلت غنشاركها معكم ان شاء الله. هاد لاصوص ديال خفيفه ظريفه ديال السناكات اللي موجوده دغيا تتوجد ليهم. ودرت قرصه ديال الملحه. من بعد غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه، وعاد نبدا ندير الزيت. نتمنى الله تحضروا معايا في هذا الفيديو هذا، وما تنسيونيش واحد البصيمه واحد لايك. تنشكركم بزاف اللي خطيكم، وتنتمنى يدخل عليكم هذا العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. غادي زيت المائده زيت عادي. غادي نخلط واحد التخليطه خفيفه، وعاد نبدا ندير الزيت بشويه بشويه. انا غنبدا ندير خلطت التخليطه خفيفه بحال هكا، وعاد غنبدا ندير الزيت. انا ما كنتش معوله الصراحه نشاركها معكم، شفتوا باقا الدنيا عندي مرونه شويه وانا تنسجل معكم، ما كنتش ناويه نسجل، ولكن قلت علاش ما نشاركاش مع خوتي وخواتاتي. بعد ما درت هاد التخليطه بحال هكا خفيفه، وعاد غنحيد هاد الغلاقه ديال الميكسور بحال هكا. غادي تحيدي هاد الغلاقه، وغادي تسدوها، بديت تكبي الزيت غير بشويه غير بشويه وانتيا تتخلطي. كلشي عارف هاد القضيه هادي، ولكن المايونيز كله طريقته. تنحل هاد القرعه باش حيت الغلاقه ديالها تبدا تكبها بشويه. انا نسيت ما درتش معاكم واحد جوج معالقات ديال الخل، ونسيت مشات ليا ديك اللقطه ديالها. المهم انا دابا درت الزيت وانا تنخلط، راني تنكب الزيت بشويه تنخلط، غير الكاميرا ما شداش ليا ديك الكبه ديال الزيت. المهم نتيا دايره الماكينه ما تزكاش من الطحين، وانتيا تكبي الزيت ديالك بشويه بشويه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه هذه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. كنتمنى اخوتي وخواتاتي اللي داخل المغرب وخارج المغرب تعجبكم هاد الطريقه ديال هاد لاصوص هادي. وواحد الاخوات اللي طلبوها لي الصراحه، عارف اني تنصيبها، وقالوا لي علاش ما تشاركيهاش مع الخواتات ديالك وحنا نتفرجوا فيك ونشوف كيفاش طلع لك هاد الطريقه ديال كاس الحليب وسهله. المهم انا شاركتها مع واحد الاصدقاء ديالي اللي هما برا، وبغيت نوريها لكم نتوما. المهم ها هي بدات تتعقد معايا هاد
المايونيز ديالي خضيره درتها تسلقات. ها هي المايونيز ان شاء الله غادي توجد ان شاء الله الرحمن الرحيم. تتكونوا موجدين ديجا واحد البواطه ولا واحد انا كانت عندي واحد البواطه بحال الشكل نيس ديال القرعه ديال المايونيز. المهم ها هي شفتوا كيفاش خرجات، روعه روعه ولذه ما نقول لكمش. راكم الا جربتوا ما تبقاوش تستغناو عليها، دائما تكون عندكم في البيت ديالكم. ها انت اختي شفتي المايونيز كيفاش خاسره، تتجي واحد اللذه ما نقولش لك والله تتجي لذتها بحال الفرماج ملاح محمض. المهم تتجي واعره، واحد المايونيز واعره روعه. انا وليداتي بعدا راه تيحماقوا عليها تتعجبهم. ها تشوفي شتي المايونيز كيفاش دايره، هانتي بلا بيض بلا لا موطارد وخفيفه ظريفه. هذه هي اللي تتكون في السناكات، اللي تتكون موجوده في المحلات. الا درتي نص سيطرة الحليب، هذه راه درت غير كاس وعطاتني هاد الزلافه. الا درتي نص سيطرة الحليب راه غادي تبارك الله تعطيك واحد الكميه ما نقولكش، نص سيطرة الحليب كامل. انا درت غير القياس لان كل مره تنخلطها. هذه الشلاضه ديالي تنتمنى تقبلوا على الشليضه ديالي خفيفه ظريفه. دايره فيها جميع الخضر، شفتوا جميع الخضر، دايره الباربه، دايره الخس، دايره خيزو، دايره اللوبيا خضاريه، دايره البطاطا، دايره فيها كلشي، دايره فيها البيض مسلوق، دايرت كلشي. اليوم الاحد ندير الوليدات الخضره مسلوقه بحال هكا، وتنوجد مع شي ليباط ولا شي حاجه اللي هي خفيفه بحال الصوصيص ولا كفيته ولا، وتتجي خفيفه للوليدات. تندوزو بها السبت والاحد بحال هكا، ولا السبت ولا الحد وقت ما بغيتي توجديها وجديها. ايوا هذه هي الشليضه ديالي، تنتمنى ان شاء الله تعجبكم، تنتمنى الله تعجب المشاهدين ديالي. شوفوا كيفاش تنتمنى تولفوا وليداتكم الخضره من الصغر ياكلوها بحال هكا، خضيره بخرة ولا خضيره مسلوقه. المهم انا سلقتها. هذه هي الشلاضه ديالي، وتنتمنى الله تكون على خير وبخير، وتنتمنى الله ما تنسونيش واحد البصيمه وواحد التعليق زوين بحالكم اللي الله يخطيكم. هانتوما شوفوا المايونيز كيفاش دايره بلا بيض بلا لا موطارد، فرماجه والحليب غادي يعطيكم واحد المايونيز رائعه، والخل وشويه ديال البزر باش ما بغيتي تنسميها. تنشكركم بزاف على المتابعه، الله يخطيكم ولا يخطيكم. ما تنسونيش واحد البصيمه وواحد التعليق غير فضلا ليس امرا. شكرا بزاف على المتابعه، الله يخطيكم، شكرا بزاف بزاف. وتنتمنى هذا العيد هذا يدخل عليكم العيد الاضحى بالصحه والسلامه وطول العمر. ونتمنى الموالي الباك ناجح ان شاء الله، موفق، وامتحان موفق ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه، الله يخطيكم.